صاحبة الوجه الفرعوني والملامح المصرية الأصيلة الفنانة سوسن بدر. سوسن بدر اتجوزت ابن صاحبة عمرها من غير ما تعرفها، واللي حصل بعد كده كان مفاجأة غير متوقعة. تعالوا نعرفكم كل حاجة عن الموضوع ده بالتفصيل. الفنانة سوسن بدر اتجوزت 7 مرات، بس المرة السادسة كانت أكتر جوازة قلبت الدنيا وأثارت الجدل على مواقع التواصل، لأنها اتجوزت ابن صاحبة عمرها اللي في سن عيالها. سوسن بدر اتعرفت على شاب أصغر منها ب15 سنة اسمه فريد المرشدي، وهي في لوكيشن التصوير، وكلمة في حكاية في حدوتة خدوا أرقام بعض وبقوا أصحاب. الولد ده يبقى فريد المرشدي ابن المنتجة ناهد فريد شوقي واخو الفنانة ناهد السباعي، واللي الدنيا اتقلبت لما تعرف موضوع جوازهم. لكن سوسن بدر ما اتكسفتش وردت بكل جرأة وقالت وهو فيها ايه لما اتجوز واحد اصغر مني، لا عيب ولا حرام. سوسن بدر كانت تربطها علاقة صداقة قوية جدا بالمنتجة ناهد فريد شوقي، وكانت مش عاوزة تعمل حاجة من غير ما تعرفها، ما دي صاحبة عمرها برضو. اتصلت بيها وقالت لها ابنك بيكلمني، فقالت لها ما انا عارفة موضوعكم وعارفة انه معجب بيكي، خلوا موضوعكم لوحده وصداقتنا لوحدها، علاقتنا احنا كأصدقاء خليها بعيد. وفعلا الفنانة سوسن بدر اتجوزت فريد المرشدي ابن ناهد فريد شوقي وحفيد فريد شوقي، ولكن الجوازة ما كملتش كتير وانفصلوا بكل هدوء بعد 4 شهور. الفنانة سوسن بدر اتجوزت في حياتها 7 مرات. المرة الأولى من أستاذها أسامة أبو طالب، وقتها كانت طالبة في معهد الفنون المسرحية، واستمر الجواز 5 سنين وخلفت بنتها الوحيدة ياسمين. المرة التانية اتجوزت من دكتور شهير واستمر الجواز 4 سنين بس. أما الجوازة التالتة فكانت من راجل أعمال شاب مصري له أعمال كتيرة في مصر وعايش في أمريكا، لكن بعد الجواز ب4 شهور سافر أمريكا وتوفى هناك. السيناريست محسن زايد كان جوزها الرابع وتوفى بعد أقل من شهر بعد الجواز. سوسن بدر اتجوزت المرة ال5 من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن، وكان الطلاق هو مصير الجوازة دي بسبب صعوبة استقرار حياتهم وفرق السن بينهم. المرة السادسة زي ما حكينا لكم كان فريد المرشدي ابن صديقتها ناهد فريد شوقي، وانتهى الجواز بالانفصال بعد 4 شهور. أما بقى المرة الأخيرة كانت من الشاعر سامح العلي اللي كان أصغر منها ب10 سنين، والجوازة ما كملتش أكتر من 6 شهور.